السلام عليكم ورحمة الله، شخباركم اخوتي؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير، ولا مس الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم. كنعمل المونتاج الفيديو في الصباح. نتمنى تقبلوا على الصوت ديالي، راني مبحبحه الشك والله ضربني البرد. عاد رجعنا البنات في البرد، عاد رجعنا في الشتوى، يعني كنا خبعنا حوايج البرد ورجعنا في الشتوى البنات. ايوا الحمد لله فوقاش ما جا الخير كاين فيها كما كنقولوا. مده ما حطيت معكم شي فيديو البنات. اليوم ان شاء الله جبت لكم جوج وصفات. الوصفه ديال الطاكوس والدجاجه في الفران، يعني بطريقه سهله مهله. نتمنى تبقاو معايا حتى نهايه الفيديو. اللي كيشوف القناه لاول مره، الا شاف هاد الساهل داك اللايك وشي كومنتير واشتراك، يعني مرحبا والف مرحبا. والناس اللي قدام عندي كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتمنى تبقاو معايا حتى نهايه الفيديو كما قلت. وخلينا نبداو ان شاء الله الوصفات ديالنا. بسم الله على بركة الله. نبداو ان شاء الله في المقادير ديال الكريب ديالنا. عندي البنات 3 البيضات، 250 غرام ولا ربعة ديال الدقيق، نص اطرو ديال الحليب، عندي الملحه والابزار، عندي معلقه ديال الزبده اللي كندوبها. عندنا البنات الزعتر اللي عاد طحنته، كيعطي صراحه المذاق زوين في العجين ديال الكريب. بالنسبه للزبده اللي استعملتها هاد النوعيه البنات زوينه، ادير فيها الملحه البنات. صافي البنات غناخذ واحد البول. يعني هذا الكريب ساهل ماهل ومسربي، يعني كبديل الخبز ديال الطاكوس. صراحة حتى هو كيجي زوين البنات، غير خصنا نعرفوا كيفاش نطيبوه وكيفاش، يعني حتى هو كيجي زوين. صافي البنات بالنسبة للحليب راه بارد. صافي خديت البول كما شفتوا، زدت عليه البيض، 3 البيضات والحليب البنات، شويه ديال الابزار، يعني راس معلقه ديال الابزار اللي كنسمو. بالنسبه انا عندي الزبده مالحه، فيها الملحه، يعني عملت غير قبصه ديال الملحه. وباقي ان شاء الله الحشوه فيها الملحه، يعني بنحاول ما نكثروش العجينه بزاف، يعني وعندنا كميه قليله ديال العجينه كما شفتوا. وزدت البنات معلقه ديال الزعتر اللي طحنته، يعني باقي ريحته عاطيه في الكوزينه. صافي البنات كنحاول ندرب كل شيء. عندي الدقيق بطبيعه الحال راه مغربل. بالنسبه للبنات انا العبار دائما كندخلوه نسيت رود الحليب، 3 البيضات و250 غرام ديال الدقيق، يعني تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، يعني على حسب البيض وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. نقدروا عندنا حتى 300 غرام ديال الدقيق تدخلوه المقادير هذه. هنا كما شفتوا البنات حيت الضراب واستعملت البنات يعني الضراب ديال الضو صراحه كيساعد. صافي زدت داك المعلقه الزبده وخلطت الكل وخليته على جنب كيرتاح. هنا بالنسبه لبنات الحشوه اللي غنحشي بها الطاكوس ديالي، عندي البنات الفلافل الحمراء والخضراء، الا كانت صفراء حتى هي نزيدوها، ولا غير نوع واحد يعني اللي تبعتنا هو هذاك. عندي جوج بصلات اللي شلطتهم. بالنسبه للبنات انا عملت اللحم، كان عندي اللحم هكا ديال الشوا، هو اللي غادي نطحنو يعني باش ندير به الكفته، مع كميه ديال المعدنوس. ولا كانت الكفته مطحونه بطبيعه الحال غادي نستعملوا الكفته. المهم اللي تبعتنا في الدار هو يعني اللحم كنطحنوه ولا كفته ولا المهم. انا البنات في المقله دائما كنشحر انا بزيت الزيتون، يعني صراحةً ما كنشحرش بزيت المائدة. أنا البنات يعني غادي ندير الفلفلة والكفتة اللي طحنت كما شفتوا مع المعدنوس، وغادي نردها تشحر حتى غتشحر مزيان، عاد غنزيد عليها الفلفلة. هنا زدت لها البنات القياس الكافي ديال الملحة، وغادي كما قلت نردها تشحر. هنا البنات من بعد ما هبطت لي داك الكفيته والبصلة، هنا زدت البنات الفلفلة، يعني نشحروها حتى هي. عاد غنزيد العطرية البنات. أنا بالنسبة للعطرية البنات عندي العطرية ديال الشاورما، عندي شوية الإبزار، شوية الخرقوم، شوية السكنجبير، يعني ماشي كمية كتيرة، وعلى حساب الكمية ديال الكفتة اللي عملتو والبصلة. وزدت البنات واحد شوية ديال لاصوص ديال الحار اختيارية، ولكن هكا الحشوات هاك الطاكوس هكا كيبغي شوية، واحد شوية البنة ديال الحار وصافي. وانتوما يعني كتحكموا في الذوق ديالكم. هنا البنات غنزيد واحد الكمية ديال الزيتون، وشوية البنات ديال الخيار المخلل ولا الكورنيشو، كيتواتى البنات هكا المذاق الحامض مع هاد الحشوة. وزدت البنات واحد المعلقة ديال بودرة الخردل ولا الموطاق، صراحة كتجي في الحشوات في الدجاجة البنات مفور، الدجاج في الفران، انا صراحة كنستعملها كتجينا زوينة. صافي البنات الحشوة تقريبا راها واجدة، غنزيد لها واحد 4 ديال الفرماجات، ولا الفرماج ديال الدهين اللي كندهنوا في الخبز يعني، ولا اللي كتفضلوا. صافي غنطفي عليها ونخلي، انا طفيت عليها ونخليها تبرد ونمشيو ان شاء الله. هنا البنات بالنسبه عندي واحد الدجاجه اللي غنشارك معكم، صراحه كتجي غزاله البنات.
كنغدا البنات الدجاج من الأحسن يكون صغير البنات ماشي كبير، وكنغسلو بطبيعة الحال ونهردو بالملحة والحامض وكيبات مرقدة البنات وسكينجبير حتى هي. من بعد كنستقطروه كنديرو واحد الكمية 2 ولا 3 دجاجات، ومن بعد البنات كنشرملو وكنشدلو هكا جنيحاتو بداك الكوردون، يعني باش كيبقى مجموع صافي. وكندخلو البنات للمجمد، صراحة كنلقاوه كما كنقولوا بحال الحسنة. هنا البنات العطرية اللي عملت في الدجاجة، اللي شرملت بها الدجاجة، هي اللي غنعمل في الشعرية عليها، قلت غنذكرها معكم. هنا عندي باكية الشعرية اللي رقدتها في الماء سخون، عندي الفلفلة كما شفتوا مقطعة رقيقة، كمية المعدنوس، وعندي البنات شوية ديال الزيتون. العطرية البنات على حساب الكمية الدجاج اللي عندكم، تقريبا نص معلقة من كل حاجة. عندي سكينجبير، الخرقوم، البودرة الخردل ولا الموطار حتى هي درت منها، عندي شوية ديال الإبزار وعندي شوية د الهريسة كما شفتوا. وزدت البنات واحد المسألة اللي اختيارية صراحة، أول مرة كنعملها، هي التوابل المكسيكية، عطات واحد المذاق زوين في هاد الدجاجة وفي هاد الحشوة. زدت البنات شوية الفلفلة حمرا ونص ليمونة مصيرة وشوية ديال زيت الزيتون، بطبيعة الحال المليحة، وكنذوقو وكنصحو الذوق ديالنا. أنا البنات كنت نسيت واحد نص معلقة ديال بودرة الثوم، حتى هي كنت عملتها في الدجاجة صافي. كلشي عندنا واجد، يعني بطريقة صراحة اللي عملية ومسربية. هنا في واحد أنا عملت في هاد المول ديال الزاج، عملت واحد 2 وراق ديال الرند كما شفتوا، فرشت الكاريطة البنات وكنحزموها ونرزموها الدجاجة بجوج، يعني بجوج كواغط ديال الفران، باش كيرجع ليا يعني كطيب بسرعة، كيرجع لها داك الصهد وكطيب لنا بسرعة البنات، كطيب لنا حتى العظم ديالها كيطيبوا، ما كتبقاش البنات ما طايباش صافي. وكندخلها للفران كنشعل لها الفوق والتحت وكطيب البنات. هنا بالنسبة للحشوة، الفيديو البنات راني مجرباه وانا كنجري موراه. هنا بالنسبة للحشوة راه بردات، زدت لها واحد الكمية ديال الجبن الحمر ولا الموزاريلا ولا الجبن الفرماج الحمر ولا اللي عندكم البنات، راه حنا كنقضيو به. هنا البنات الخليط ديالنا راه ارتاح مزيان ديال الكريب. هنا ندوز نطيبو البنات، عندي مقلة بطبيعة الحال احسن تكون ما كتلصقش، ولا كانت كتلصق دهنوها بالزبدة ولا بالزيت صافي. وكنعمل واحد نص مغرفة، كنحاولوا نعملوه غير ما يجيش غليظ بزاف هاد الكريب ديالنا، ونحاولوا البنات نطيبوه مزيان، حيت ملي كنعمروه بالنسبة لنا نطيبوه على الكرية يعني دغيا كيطيب معانا صافي. كنحاولوا البنات هكا نوركوا عليه ولا نبركوا عليه، راه كيتنفخ كيجي طايب البنات ماشي معجن، يعني كنحاولوا نطيبوه مزيان في هذه المرحله هذه. كما قلت ملي كنعمروه راه حنا غير شويه يعني دغيا كيتحمر بسرعه. ها هي طايبه البنات يعني طايب مزيان، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه هكا نص مغرفه ديال الخليط. عندكم مقله كبيره بطبيعه الحال كديروا كميه اكثر من هذه، انا عندي مقله يعني غير هذه متوسطه. في هذه المرحله راني كنطوي اللي كنطويها كنحطها فوق القريه. أنا البنات اللي كنطويها راني كنحطها فوق القرية، من الأحسن البنات تكون منقوصة، يعني ما كتعرفوا الضو غير الحاجة دغيا كيخطفها لنا. أنا عاملاها غير للواحد، وشي مرة ملي كنشوف سخنت راني كنطفيها كنولي نشعلها عاوتاني باش كيطيبوا على خاطرهم. أنا كما شفتوا كنعمل يعني داك الكريبة، وكنعمر فيها 2 معلقات ديال الحشوة، ونزيد شوية ديال الفرماج. هنا كندهن البنات بشويه ديال الزبده، من الاحسن البنات تكون زبده نوعيه زوينه، واخا غير هاد شويه الدهن هكا، ولا كانت ديك الزبده مجهده المذاق ديالها راه كتغير كلشي المذاق ديال الحاجه. المهم انا كتجيني هكا البنات، انا كتجيني هكا، يعني غير شويه الزبده الا كانت مجهده يعني كتغير المذاق ديال الحاجه. ايوا المهم كنبقى مستمره بنفس الطريقه، يعني كنطوي كنتلتو طاكوس عادي البنات، ما عنديش انا نقول لكم راني شي طويه شي طويه خارقه للعاده، طويه عاديه البنات بحال شي مسمنه. ايوا صافي. هنا البنات كندير واحد المسألة، كندهن لهم الوجه كاملين باش ملي كنقلبهم يعني كياخدوا تحميره من الظهر والوجه بحال بحال. ايوا صافي البنات وجدنا هادشي وخرجنا تغدينا برا، يعني صراحة جات زوينة داك مع الدراري البنات ما بقاوش كيبغيو ياكلوا اللحم، هادو واخا فيه اللحم يعني ما جاش باين، يعني طحنت لك اللحيمة ومع العطرية صراحة ما جاش باين. ايوا صافي وجهزينا هادشي وخرجنا تغدينا برا، صراحة جا زوين لا الدجاجة كطيب على خاطرها البنات راه في الفران، يعني من بعد غنخرجها ندهنها كما غتشوفوا معايا. هنا خرجت الدجاجة دهنتها البنات، كتطلق واحد الكمية ديال المرقة البنات، حنا كنصفيوها صافي. عريت عليها الكاغيط، داك الكاغيط البنات صراحة زوين كيطيبها حتى من الداخل، كتجي طايبة غزالة كلها صافي البنات. ودهنتها بالزبيدة ودخلتها الفران، خدات التحميرة جات غزالة ما شاء الله.
إيوا هذا الطاكوس ديالي قدمته مع شوية ديال البطاطا يعني، وهكا ضروري من لي صوص كيمشيو مع هكا. نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى وصلتوا معايا لهاد المرحلة ديال الفيديو ما تنساوش اللايك وشي كومنتير للتشجيع، وقبلوا على الصوت ديالي راه ضاربني البرد، شكوا الله. إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.